تضعين بصورة آخر التطورات الميدانية في موقع الحادث جنوبي مدينة قامشلو، وأيضا كيف يبدو الوضع الأمني حاليا بعد حالة التوتر التي شهدتها المنطقة، وأيضا الاعتداء على إحدى الرموز الكردية. تفضلي ميديا. يعني حقيقة ما شهدته قامشلو ومناطق الجزيرة السورية بشكل عام مساء أمس كان حالة هناك أيادي خفية تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاستقرار الموجود في المنطقة، خاصة في المرحلة الحساسة التي تمر فيها مناطق الجزيرة السورية. كما تعلم نحن الآن في مرحلة مسار الاندماج مع الحكومة المؤقتة في دمشق، وهذا مسار الاندماج هو كان بعد تصعيد عسكري باتجاه مناطق شمال وشرق سوريا. فكان هناك اتفاقية 29 من يناير التي تنص على مبدأ الاندماج العسكري والمؤسساتي، سواء كان لقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الحكومة المؤقتة في دمشق. وأيضا تنص هذه الاتفاقية على تثبيت حقوق الشعب الكردي في دستور البلاد وضمان حقوقهم الثقافية والسياسية ضمن البلاد. ولكن دائما ما يواجه الإيجابية بعض من الثغرات أو الشخصيات التي تسعى إلى ضرب هذه الاتفاقية وضرب أمن واستقرار المنطقة.